يبدأ العد التنازلي لأحسن عمل وأحسن نسبة مشاهدة لسنة 2026. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نقيموا الأعمال الرمضانية لسنة 2026 في تونس، حيث يبدأ هذا العام استثنائي على مستوى الإنتاج الفني والدرامي مقارنة ببقية الأعوام. كما تم عرض قرابة أكثر من 10 أعمال تجمع ما بين الدراما والكوميديا. ما نزيدش نطول عليكم الفيديو، والآن إليكم ترتيب الأعمال الأكثر مشاهدة في شهر رمضان. مش أول مرة قناة نسمة تاخو صدى كبير، حيث تعتبر قناة نسمة من أحسن القنوات نسب مشاهدة، وهذا كل يرجى لسيت كوم صاحبك راجل، حيث يفوق 2 ملايين مشاهدة. هذا اللي خلاه يكون أحسن الأعمال الرمضانية. نقعد في نسمة ويجينا في المرتبة الثانية مسلسل أكسيدون للمخرج مطيع الدريدي والمنتج فاضل بن عمار. في المرتبة الثالثة يجينا مسلسل الخطيفة للمخرجة سوسن الجمني اللي تم بثه على قناة الحوار التونسي. مش يا عصفورة، إذاك عيش الخطيفة والخطيفة ترجع لدارها في الربيع. في المرتبة الرابعة هذه آخرتها اللي تم بثه زادة في القناة الحوار التونسي للمخرج سامي الفاري. شو مكتك؟ لبسة خطفاني. يجينا في المرتبة الخامسة مسلسل غيبوبة من إخراج محمد خليل البحري، يتم عرضه في شهر رمضان على قناة التلفزيات تيفي. يجينا في المرتبة السادسة مسلسل كلاش للمخرج الجزائري رابح آيت، يتم عرضه خلال شهر رمضان على قناة التاسعة. أحسن عمل يعود بنا للزمن القديم والجميل وأعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب للمخرج والممثل التونسي بسام الحمراوي، أرير القدام. هذا العمل يعرض على قناة الرسمية لبسام الحمراوي.